في واحدة من أسرع الانهيارات السياسية في تاريخ أمريكا كله، يبدو أن توم ماسي مش هيبقى النائب. وده صدم ناس كتير، لأن الاحتمالات اتغيرت بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. روح هناك يا راجل، بص على ده، فرصة ان ماسي فعلا يكون مرشح الحزب الجمهوري في الدائرة الرابعة في كنتاكي. النسبة دي بتقل بشكل كبير في آخر 10 أيام حسب سوء توقعات كاش بريك. بص على ده، كانت 71% من 10 أيام، شوف الرقم وصل لفين دلوقتي، بقت 44%. يعني الاحتمالات غالبا رغم انها قريبة جدا جدا ان ماسي فعلا هيخسر. بس تاني لازم نستنى ونشوف الاصوات بتتجمع وبتتحسب عشان الموضوع قريب جدا. بس في اي وقت عضو الكونجرس الحالي يخسر يبقى هو عمل حاجة غلط جدا في نظر الناخبين. وفي الحالة دي لو ماسي خسر يبقى هو دخل في صدام مع دونالد جون ترامب. هو فعلا دخل في صدام مع دونالد ترامب اللي ما كانش مبسوط منه خالص. بس كمان عندنا شوية جدل تانيين شغالين، زي الفضيحة اللي طلعت مع حبيبته السابقة. يلا نشوف دونالد ترامب هيقول ايه عن توم ماسي، لاني شايفة ان ده هيديك كل اللي محتاج تعرفه عن الشخص ده. اهلا بيكم في برنامج ذا بوش باك، انا ميرا كي مقدمتكم. يلا نراجع. يا رب تتخلصوا منه بكرة. أنا في المكتب البيضاوي وإحنا في معركة ضد أسوأ عضو كونغرس في تاريخ بلدنا، اسمه توماس ماسي، هو من كنتاكي. يا رب تتخلصوا منه بكرة، هو سيء جدا، عنده انتخابات جاية، هو بينافس راجل عظيم وطني كبير أجيل جيلرين، هو رائع فعلا. بس سيبك من ده، ماسي أسوأ عضو كونغرس في تاريخ بلدنا، دايما بيصوت ضد الجمهوريين والقيم الكويسة، فخلصونا من توماس ماسي يا رب. ايوه، هو كده فعلا، دايما بيصوت ضد القيم الكويسة، وهو واحد من الشخصيات اللي ظهرت الفترة دي. هو بقاله كتير في السياسة، واحد من الشخصيات دي اللي فعلا قادت حركة اليسار الووك اللي بتتظاهر إنها يمين، وهو متورط فيها وخد مواقف في حاجات كتير، وهو فعلا صوت ضد الجمهوريين مرارا وتكرارا وخذل الناس. ومش هيكون مفاجأة ليك إن الراجل ده كمان مش شخص كويس عموما، بعيدا عن سياسته. عندك مديرة مكتبه في الدائرة، يعني ده كان وضع غريب جدا في حد ذاته، لأن مديرة مكتبه في الدائرة هي اللي جابت له الموبايل السري، صح؟ ده التليفون اللي كان بيستخدمه عشان يكلم الستات، ولما كان بيسميه تليفون الانتصاب. فمديرة مكتبه في الدائرة كانت مشاركة في الموضوع ده. وعمرك ما هتلاقيها حاجة كويسة لما يكون عندك جمهوري معاه تليفون الانتصاب. يعني نصيحة كده، بلاش تليفون الانتصاب. وكمان يعني كل ما كان في اي حاجه زي كده. انت تقصد ايه؟ ان مدير مكتبه في الدائرة كان مشغول بتليفون الانتصاب بتاعه؟ يعني هو راح وجاب له تليفون الانتصاب بتاعه. يعني هو بيدفع لموظف من فلوس الضرائب عشان يدير له تليفون الانتصاب بتاعه، لاست تشينجر بتاعه، عشان يروح يجيب. يعني بصراحة هو جه خدني من المطار، يعني مش في وقت الشغل، ما خدنيش من المطار في وقت الشغل، بس زي انه بيروح يجيب اللبن الخام بتاعه. يعني ابدا اتكلم مع موظفين توماس ماسي واشوف مدير مكتبه في الدائرة موجود في مكتب الدائرة كل قد ايه فعلا. بصي، يا له من مفاجأة، راجل بيستغل سلطته. يعني مين كان ممكن يتوقع كده؟ يعني الحقيقة أن ناس كالشيء مركزين جدا في الموضوع، وبصراحة يا جماعة أنا شايف الموضوع ده مثير للاهتمام جدا. ده توماس ماسي، توماس ماسي، توماس ماسي، توماس ماسي، توماس ماسي. 70 80 70. بوم، نزلت ل43%. يا لهوي على النزول الجنوني ده. 10 مايو فعلا نزول مجنون 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 مجنون. وأعتقد دلوقتي أو وقت ما الفيديو ده ينزل هنكون سمعنا إن إد غالبا هو المرشح الجديد. بس بجد يا جماعة، شفتوا حاجة زي كده قبل كده؟ دي فعلا حالة سياسية شاذة تماما. على فكرة، كالشيء هي الراعي للحلقة دي، فخليكم متأكدين إنكم تحملوا تطبيق كاشي وتستخدموا كود ميرا عشان تاخدوا خصم $10 لما تتداولوا. $10 كاشي هي كالشي. حطوا فلوسك على توقعك. ده نفس نظام التصويت اللي تستخدم، ونفس سوق التوقعات اللي شفناه في أول فيديو، عشان يورينا قد إيه كل حاجة اتغيرت بسرعة، لأن فعلا كل حاجة اتغيرت بشكل كبير جدا. طيب يلا نشوف إيه تاني بيحصل هنا. تعالوا نقرأ عن البنت دي اللي هي صاحبته.
سينثيا ويست بتتهم النائب توماس ماسي إنه ضغط عليها عشان تمارس معاه أفعال جنسية، وبتقول إنه تسبب في فصلها من شغلها بعد ما رفضته. هي كمان بتقول إن ماسي عرض عليها فلوس عشان تسكت، واتفاقية عدم إفشاء عشان ما تتكلمش، وفي شكاوى رسمية تقدمت في 2025. وبرضه مش مفاجأة. زي ما قلت الموضوع كان شديد جدا وسريع جدا، هو كان عايز ينتقل للخطوات اللي بعد كده بسرعة جدا جدا. في الآخر أخدت خاتم وعد. قضينا وقت كتير مع بعض لما ولادي ما كانوش معايا، عشان كان أسبوع معايا وأسبوع لأ، وكنا يا إما بنتكلم وبنبعت لبعض، أو لما ولادي ما كانوش معايا كنت يا إما بروح كنتاكي أو هو كان بيجي عندي. أنا مش قادرة أتحمل كل القصص دي. ويعني تعالوا نشوف الكلام ده. توماس ماسي قال لنا نصدق كل ضحية من ضحايا جيفري أبستين، وقال إن الرئيس ترامب بيحمي المتحرشين بالأطفال. توماس ماسي اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بطوب، وهو بقاله كتير بيعمل كده. سينثيا ويست اللي تهمي توماس ماسي هتكون معايا في مقابلة يوم الأحد الجاي. هي تستحق تحكي قصتها وتستحق إن صوتها يتسمع. يعني دي هي صح؟ تمام، دلوقتي يلا نقرا اللي حصل هنا. حبيبة ماسي السابقة سينثيا ويست اللي كانت شغالة في الكونغرس قالت لي إنه كان حبيب متحكم جدا، وإن أمرها تمسح حسابها على إكس عشان يقدر يتحكم في وجودها على الإنترنت لما كانوا مرتبطين بعد وفاة مراته اللي عاش معها 30 سنة بشهرين. الست ويست قالت إن ماسي كان بيتواصل معها من تليفون سري سماه تليفون الانتصاب، وكان بيشير للانتصابات اللي كانت بتحصله من كتر الستات اللي كان على علاقة بيهم بعد وفاة مراته. الست ويست قالت لي إن التليفون السري ده كان بيدار من مدير توم ماسي غريس ماكين، واللي هي بتقول إنه كان مسؤول عن إدارة تواصل ماسي مع الستات اللي كان على علاقة بيهم، عشان لو واحدة فيهم راحت للإعلام ماكين يقدر يتخلص من التليفون التاني من غير ما يكون فيه أي دليل يوصل لرقم ماسي الحقيقي أو مكتبه في الكونغرس. كلام فاضي، كلام فاضي. سينثيا كانت على علاقة مع ماسي لمدة 5 شهور. دايما الموضوع بيرجع لنفس الحاجات، وبرضه الناس دي دايما بيكرروا نفس الأخطاء. بصراحة الموضوع بقى ممل شوية. يلا نشوف دملجينا هتقول إيه في الموضوع ده. يا جماعة الحوار ده صعب عليا لأني كنت فعلا مؤمن بالشخص ده. أيوة أنا فعلا دعمته لفترة، حتى لما هو والرئيس ترامب كانوا بيختلفوا مع بعض كان كويس في بعض المواضيع. بس أقول لك حاجة، عمري ما اتصدمت في حد في السياسة زي ما اتصدمت في توم ماسي. دي جملة قوية فعلا. أنا في الغالب ما دخلتش في السباق ده وما علقتش عليه كتير، لأن شعب كنتاكي هو اللي هيختار اللي عايزه. لو عايزين توم ماسي أنا مش ساكن في الدائرة دي، أنا عايش في فلوريدا، اختاروا اللي انتوا عايزينه. منافسوه هيجي معانا كمان شوية، تقريبا بعد ساعة. هنسأل شوية أسئلة عن مواضيع بتهمكم زي حمل السلاح من غير تصريح، إيران وحلف الناتو. بس لما وصلت هناك في المكان ده ما كنتش مصدق قد إيه الراجل ده نصاب. يعني نصاب على مستوى أسطوري. مهما كنت بتفكر في الراجل ده أنا بقولك أنا ماليش مصلحة في الموضوع، أنا كنت بدعمه. هو نصاب على الآخر. نصاب. مش عارفة هو ليه بيقول كده. هو قرر يعمل حاجة زي حملة تبرعات مكثفة، وبدأ يضحك على الناس تماما بخصوص سجلي هناك، بيكذب في وشك كده. أنا حاولت أكتر من مرة أخلي الراجل ده يجي عشان أديهوله إحاطة عن قضية كان دايما بيتكلم عنها على تويتر، وبيعمل منها مشكلة كبيرة على فكرة. وأنا كنت فاكر إنه مؤمن بالإجراءات القانونية، المفروض إنه ليبرتاري وعايز يحاكم قضية على إكس، وهو ما عملش كده. أنا كنت هناك من مارس لحد يناير السنة دي. أنت عارف كام مرة جه يزور ويسأل عن القضايا دي رغم العروض الكتير، القضايا اللي كان دايما بيتكلم عنها كتير وكان ممكن فعلا نقوله؟ ولا مرة. وما فيش حاجة هيقولها لك، كل ردوده الفارغة وملاحظات المجتمع الوهمية بتاعته كل ده مجرد تشتيت عن الحقيقة إنه مش عايز يعترف بده. اتعرض عليه إحاطة مفصلة ضمن معايير معينة عن المواضيع دي، وهو بيبالغ وبيتكلم كتير على إكس علشان يهاجم الرئيس ترامب وغيرهم، وكمان الإجراءات القانونية الواجبة. كان ممكن يوضحوا له كل حاجة فورا، وهو بس ما كانش عايز يعمل كده. اللي بيحصل ده جنين. يلا نشوف إذا كانت النتائج ظهرت ولا لسه. كسب ولا خسر؟ طبعا بيحول الموضوع لإسرائيل. عضو الكونغرس من كنتاكي اللي اختلف مع الرئيس في الإنفاق الفيدرالي وملفات إبستين
هيواجه ناخبين جمهوريين يوم الثلاث. تاني، اللي غريب في الموضوع ده إنهم بطريقة ما قدروا يحولوه لإسرائيل، وده غباء جدا. يا جماعة، بس ترامب هاجم ماسي. توماس ماسي يستحق أنه يخسر. يعني أنا نوعا ما متفقة مع ده. يلا نشوف إيه اللي هيحصل. إحنا مستنيين النتائج، وإن شاء الله هتظهر قريب. ويا ريت فعلا يروح لو خسر الكرسي بتاعه. شكرا على اهتمامك بالموضوع ده مازن.